Donc de 1916 à 1996, ça fait 4 ans et demi. Ça fait les agréments des cahiers. La fédéralité a le droit de chaque le club moyen. Le club moyen, il est des agréments. السلام عليكم، تحية لجمهور مولودية طهران. اليوم جينا نصحوا تأسيس نادي مولودية طهران، الفريق تاعنا. اليوم جا راه معنا السي راشي ياسين اللي هو اللي غادي نكلفوه ان شاء الله، اللي يكون عنده لي بابي، هو يكون عنده، ونديروا معاه محامي. حنا نعاودوا حنا النادي الهاوي نعاونوه باش نديروا له محامي يعاوننا في هذه القضيه، وان شاء الله نردوا التأسيس تاع النادي تاعنا ان شاء الله 1917. السلام عليكم، تحية لجميع أنصار مولودية طهران في كل ولاية جزائرية. اليوم نشكروا سي بارودي بللو على هذا الاستقبال اللي استقبلنا في مقر النادي، والموضوع كان تصحيح تاريخ نادي مولودية طهران، تاريخ تأسيس هذا الفريق اللي تأسس 1917. هما الوثائق، راه شاف الوثائق الرسمية، شاف جورنال اوفيسيال، شاف باللي مولودية طهران كانت تلعب كرة القدم 1917 18 والى اخره. وان شاء الله نديروا اليد في اليد ونتكاتفوا على هذه القضيه التاريخيه، هذه تاريخ مولودية طهران، يعني هويه الفريق. هذه حاجه مهمه في صوره الفريق، هذه حاجه ان شاء الله نوقفوا عليها اليد في اليد حتى نرسموا التاريخ الاصلي لمولودية طهران. وهذه القصه بدات من المرحوم قاسم بن الإمام. هو الشعله الاولى كانت عندها ما كانوش كاين وثائق، ومن بعد جا والي نايب الله يرحمه اللي ما ننسوش ثاني، اللي كمل وجمع وزدنا خدمنا معاه الله يرحمه، توفى، زدنا جبنا وثائق وكاين كل ادله اللي تقول فريق مولودية طهران تاسس 1917، توقف 1939 بسبب الحرب العالميه الثانيه مثل كل الفرق الجزائريه، وكانت اعاده الاحياء من رجال وطنيين سنه 1946، وتواصلت المسيره تاع الفريق. وهذه هي، والسلام عليكم.